مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بقالي كتير ما طلعتش فيديوهات، بس كنت بظبط الاستوديو كده زي ما انتم شايفين تجديد. آه وحشتوني كتير. حلقة جديدة من قناة كورة الدكتور. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. هكبر بيكم، يا ريت كل اللي يتفرج على الفيديو يعمل سبسكرايب. بيجي إحصائية معظم الناس اللي اتفرجت على الفيديو مبقاش عاملة سبسكرايب للقناة. اعملوا سبسكرايب، كبروني، محتاج دعمكم. هتكلم النهاردة عن الدوري المصري. مباراة الأهلي وإنبي. مباراة كانت أداء وحش أوي من الأهلي، الأداء الهجومي. محتاجين صفقات، الفريق فاضي جدا. مفيش صفقات، مفيش لعيبة عندنا تقدر تلعب بعد ما إصابة رضا سليم. إنبي عمل ماتش كويس أوي دفاعيا، والأهلي معرفش يتغلغل في الدفاعات، معرفش يصنع هجمات كتيرة. كل اللعب كان من على الأطراف وباصات، ما كانش فيه لعب سريع وانتو تسويق من بره المنطقة كتير. أكرم توفيق كان النهاردة مش في حالته خالص. وسام أبو علي ما كانش في حاجة عايزة توصل له، ما كانش فيه أوفرات، ما كانش فيه وان تو. برضه كولر عليه جزء برضه من المشكلة. إن هو واحد زي عمر السعي دوت، كان ناكله بره على الدكة ولا يلعبوش، كان حاطه على الدكة على طول. وجاي يلعبه النهاردة أول ماتش، مفيش حساسية المباراة، مش عايز يلعبه مع إن صفقة كانت كويسة وكان بيلعب في الإسماعيلي كويس قوي. نفس الكلام. تاو برضه مش في مستواه عشان كان على طول حاطه على الدكة، فوحش. وأصلا تاو لازم يمشي. محتاجين اتنين أجنحة، محتاجين مهاجم بديل لأسامة أبو علي، يطلع أسامة أبو علي لما يتعب ينزل مكانه. في كذا مشكلة عند الأهلي. آه، محتاجين يعني كذا جناحين كويسين. دلوقتي بقينا نعتمد على كريم الدبيس اللي هو أصلا باك، ممكن يلعب جناح يمين، وسمير محمد الولد اللي هو من الناشئين، وبيلعب إمام عاشور كجناح شمال، وطلع حسين الشحات بره. هو حسين الشحات مستواه ما كانش حلو جدا، بس أهو كان ممكن يعمل حاجة، وبيسقط كتير قوي تحت أول ما نزل. فمحتاجين كذا صفقة. الأهلي لازم يعمل ميركاتو كويس في يناير. مش هنعرف نكمل الموسم كده بالسكواد ده. مش هنعرف خالص نكمل، لسه في بطولة أفريقيا ولسه في تكملة الدوري. آه، أنا بشوف ضربة الجزاء اللي اتحسبت على الأهلي فيها شك، لأن إيدين ياسر إبراهيم كانت ثابتة، وكمان الكورة كانت جاية يعني في إيد، هو مدي ظهره للكورة مش وشه، يعني مش شايف حاجة. بس الحمد لله إن الجواد والأهلي برضه كان ليه ضربة جزاء في شك، يبقى في ضربة جزاء زي اللي اتحسبت على ياسر إبراهيم. المفروض كان الحكم يراجع الفار او يستنى شويه، ما رجعش الفار ولا اي حاجه. ده كان بالنسبه لماتش الاهلي وانبي النهارده. من الاخر كويس ان الماتش خلص تعادل. الاهلي كسب نقطه. كده اصلا يعني المركز مش اهم حاجه في الدور الاول، لان انت اول ثمانيه بيصعدوا ولا اول تسعه، فانت المفروض تصعد في اول تسعه. بعد كده يعني في بعد كده الدور الثاني، الدور الثاني ده اهم حاجه، لان انت ده اللي هيخليك تاخد الدوري. فالدور الاول انت اهم حاجه تتجمع. لو انت مستواك وحش او في الدي اوف بتاعك يعني كفرقه، تلحق تتعادل. لو انت فايق تجمع النقط، المهم هتجمع نقط يعني الدور الاول. تعادل، تعادل مريح شويه للاهلي. اللعبه كلها كانت دي اوف، ما كانش فيه هجوم كويس. ما كانش فيه حاجه عايز توصل لوسام زي ما احنا قلنا. برضو رامي ربيعه وياسر ابراهيم يعتبر كويسين. هو مدرب ريح اشرف داري الماتش ده عشان لسه راجع من اصابه. أكرم توفيق ناحية اليمين. كان نفسي لو عمر كمان موجود أو مش مصاب أو مش إيقاف، كان يلعب هجوما أحسن. بس كده ده كان ماتش الأهلي. ماتش الزمالك كان ماتش امبارح، ماتش الزمالك والاتحاد. الصراحة الماتش ده والأجواء دي فكرتني من 10 سنين كده، الجماهير والهجوم والضغط. محمود وطلع عمل ماتش كبير. الزمالك عرف يكسب، تصدر الدوري. بس برضه الزمالك عنده نواقص كتير. عبد الله السعيد عالمي، كان لاعب كويس جدا وفرق كتير مع الزمالك في الباصات اللي هي في العمق اللي بيديها، سواء لمصطفى شلبي او لزيزو الناحيه الثانيه، او لو آه، حسام اشرف موجود. ناصر منسي دلوقتي البديل الذهبي، بينزل يجيب جون على طول. الجون الثاني كان في اخر يعني بعد الجون الاولاني على طول بشويه، كان من جونجا عمل ديفليكشن في المدافع ودخل الجون. انا مش عارف ليه دونجا بيعمل كده، ايه سر الاحتفالات الكبيره والتشجيع النسان؟ انت يا ابني مش هاتف يعني 4-5 ولا لم 4-5 ولا لم من الجون وجايب جون.
أنت جايب جون وجاي ديفليكشن، يعني ليه تطلع لسانك وتقعد تعمل كده أهو كده أهو مش كده أهو؟ مش مستاهلة يعني كل الكلام ده. آه بس الزمالك محتاجين برضه مدافعين، محتاجين أجنحة، في نواقص كتير في الزمالك. عرف يكسب، بس الطرد برضه بتاع عبد الغني محمد أثر. وأنا من وجهة نظري هي مش ضربة جزاء، بس كانش يستحق ياخد إنذار، لأن ده أصلا مش سيميوليشن، مش تمثيل. هو إجزاء أو حصلت كعبلة على أساسها وقع، بس ما استركيش لضربة جزاء، بس ما ياخدش إنذار وطرد. الطرد ده أثر على كيف المباراة طبعا، وفرق مع الزمالك، وكان فرق مع الاتحاد بالسالب. الشوط الأول كان الاتحاد أحسن كتير من الزمالك. وبس كده، ده كان تحليل الماتشين. دلوقتي الزمالك في المركز الأول، وكمان نشوف الجدول. دلوقتي الزمالك في المركز الأول 14 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني زي 14. الأهلي رجع للمركز الثاني 12، الثالث من 12 نقطة، وسيراميكا 11. لسه الأهلي ماتش مؤجل برضه، يعني ممكن يبقى المركز الأول لو كسب الماتش المؤجل بتاعه. من الآخر زي ما أنا قلت، أهم حاجة تجميع النقط في الدور الأول، أهم حاجة تبقى في أول 8 مراكز، مش فارقة أنت في أنهي مركز الأول ولا الثاني، لأن الدوري ده لسه في الدور الثاني هيتجمع برضه نقط. ف بس كده. في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.